حبيت اعمل فيديو جديد للمبتدئين، الناس الجديدة اللي بتتابعني اللي بتبقى متلخبطة ومش عارفة ده فين وده فين. فتعالوا نشوف احنا بعد الشاور بنحتاج ايه وبنعمل الستايل بتاعنا ازاي. اول حاجات بنحتاجها هي المية علشان لو شعرنا ناشف، وكمان فرشة التسليك عشان نبتدي نسلك شعرنا ده قبل ما نعمل الستايل. بس البخاخة هتفضل معانا علشان واحنا وقت الستايل لو حسينا شعرنا ناشف نبتدي نستخدمها. وبعد ما بنسلك شعرنا ويكون خلاص تمام نبتدي نوزع اول حاجه وهي الليف ان اللي هو الكريم بتاعنا. بنبتدي ناخد جزء كده ونبتدي نوزع على شعرنا. طبعا بنوزع بعيد تماما عن فروه راسنا. وبعد خطوه الليف ان بنبتدي خطوه الجل، والجل حاجه اساسيه ومهمه. وبعد ما عملنا الخطوتين الاساسيتين بنيجي بقى لحته الستايل. وطبعا الستايل بنعمله بالطريقه اللي بتناسبكم. انا عن نفسي بحب الفرشه دي جدا، اسمها الدايموند برش، بصراحة هي هايلة جدا وبتديني ديفينيشن حلوة للكيرلي، فبالتالي بستخدمها على طول. وبعد ما بنخلص الستايل لو انت عايزة حاجة تديكي مور ديفينيشن انت تقدري تستخدمي اي فوم عندك. ده اولا بيساعد ان الكيرلز تفضل ثابتة اكتر وقت ممكن. طب هل القصة بتخلص هنا؟ لا، مش بتخلص، بتفضل فقط الديفيوزر وان احنا نبتدي ننشفه بالطريقة دي. بس لو انتوا مش حابين الديفيوزر وبتحبوا تسيبوا شعركم للهواء، دي برضه هتكون فكرة حلوة. ودي كانت النتيجة بعد ما شعري نشف. بس احيانا كتير بيبقى الشعر تحسه فيه زي كاست كده بسيطة، او الكيرلز بتكون تخينة شوية فمحتاجين نفكها من بعض. فهنا انا هستخدم السيرم بتاع اولابلكس، بس ممكن تستخدموا اي سيرم عادي. وبكده نكون خلصنا الروتين بتاعنا وشعرنا نشف تماما والستايل اتعمل حلو. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. باي باي.